الانزلاق الغضروفي القطني من اكتر المشاكل اللي بنواجهها بشكل يومي في العياده، واللي بنقابلها بشكل مستمر، لان مفيش بيت ما فيهوش حد عنده انزلاق غضروفي قطني. تمام. واللي الحمد لله بيتحسن معانا بشكل كبير جدا في العلاج الطبيعي بدون اللجوء لعمليات او حقن او غيره، الحمد لله. لان دايما العلاج الطبيعي والتمارين العلاجيه بتنصفنا في علاج الانزلاق الغضروفي الحمد لله، لدرجه ان في حالات بتجيلنا من بره مصر مخصوص عشان الانزلاق الغضروفي ده. يعني انا جالي حاله من قطر، كان خلاص كل الدكاتره بيقول له لازم تدخل عمليات، خلاص مالكش اي حل تاني. والحمد لله اشتغلنا مع بعض في اقل من شهر، قلت له كمل شهر بس هو قعد حوالي 3 اسابيع، والحمد لله الدنيا اتحسنت ولا هيستمر على التمارين هناك بقى. تمام. ولما رجع بلده بعت لي قريبه يتعالج عندنا، والحمد لله هو كمان اتحسن. بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان للاسف الناس بتلجأ للعمليات او الحقن بكل سهوله، وبيبقى الخيار الاول ليهم. بشوف شباب لسه في سن صغير جدا وبيعملوا عمليات مش عارف ليه، رغم ان انا شخصيا عندي انزلاق غضروفي. فلو كل واحد عنده انزلاق غضروفي راح لجأ للعمليات، العمليات بتدمره اكتر يعني، وللاسف بتحدد حركته طول حياته. فمش كل الحالات بتحتاج عمليات، والغالبيه العامه 95% من الحالات العلاج الطبيعي لوحده بيكون كافي جدا معاهم، والاعراض بتتحسن وبيرجع لحياته الطبيعيه وبيمارس وظائفه وكل حاجه بشكل طبيعي الحمد لله. فالنهارده هقول لكم عن تمرين سحري هو اهم تمرين في علاج الانزلاق الغضروفي القطني، اللي هيفرق معاك جدا واللي هيخلي الاعراض تتحسن بشكل كبير جدا. وكمان ممكن نقول لكم بعض التمارين الثباتات التقويات اللي هتقوي الدنيا وتخلي الغضروف ده خلاص دخل مكانه ويثبت وما يرجعش يخرج تاني ان شاء الله. بس قبل ما نبدا موضوع النهارده، فهنفتح السحب لشخص هنتابع معاه النظام الغذائي لمده شهر مجانا، وهنديله بن بيروت هديه يساعده في زياده معدل الحرق، وهنديله استشاره مفتوحه كمان ان شاء الله. فكل اللي تعمله عشان تدخل السحب انك تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، فعايزين نوصل الفيديو ده ل 1000 لايك بعونكم ان شاء الله. وانك تعمل اشتراك في القناه بحيث يوصلك كل جديد، وانك تكتب تم في كومنت. تمام. وفي اخر الفيديو ده هنعلن عن نتيجه السحب اللي فات، وان شاء الله كل فيديو جاي هيكون معانا سحب. يعني في كل فيديو هنختار شخص هنتابع معاه نظام غذائي مجانا ونديله بن بيروت هديه ان شاء الله. الانزلاق الغضروفي القطني عباره عن ان الغضروف ده الماده الجيلاتينيه دي بتبظ لبره كده، تمام، وبتضغط على العصب زي ما موجود في الصوره كده بالظبط. تمام. فاحنا اللي احنا عايزينه ان احنا نعمل اوضاع معينه ندخل الغضروف ده مكانه يبقى بشكل طبيعي، والعصب ده يبقى حر ومش مضغوط عليه، والالتهابات اللي عليه تقل، والدنيا ترجع تتحسن بشكل طبيعي ان شاء الله. يلا بينا نبدا التمارين اللي تخلي الغضروف ده يرجع مكانه وتخلي الدنيا تتحسن معاك بشكل كبير ان شاء الله. طيب اول تمرين هنبدا بيه هو التمرين اللي هيبدا يدخل الغضروف ده مكانه ويرجعه لوضعه الطبيعي. هتنام على وشك، تمام، بالشكل ده كده. وانت نايم على وشك خلي كوعك تحتك واثبت في الوضع ده كده شويه، يعني مثلا 10 دقايق ربع ساعه. اصلا التمرين ده اكتشف ازاي؟ كان اسمه ماكنزي، حط المريض في وضع زي ده كده ونسي المريض وسابه وراح لمريض تاني. فلما رجع للمريض فالمريض قال له شكرا جدا يا دكتور، ده الاعراض اتحسنت والتنميل اللي في رجلي راح خالص والدنيا بقت احسن. فالدكتور استغرب ان هو اصلا نسيه، ده هو مش كانش بيعمل تمرين علاجي ولا حاجه. بس فمن ساعتها بدا يعملوا بقى دراسات واي ام جي وحاجات كده لحد ما اكتشفوا ان فعلا الوضع ده بيبدا يدخل غضروف جوه مكانه، وبداوا يعملوا برامج منه بقى مختلفه. تمام. فده كده اول وضع ثبات تقعد فيه 10 دقائق مثلا، ايه، مره الصبح ومره بالليل. تاني وضع هتحط ايدك الاثنين تحتك كده كانك هتعمل ضغط، تطلع لفوق ووسطك ما يطلعش، ما تطلعش وسطك كده خالص، لا، وسطك ثابت، بتطلع لفوق على قد ما تقدر كده، وانزل تاني واطلع تاني بنفس الوضع ده كده، وتعمل منه. طيب مش قادر تفرد كوعك للاخر كده، مفيش مشكله، لو نص فرده عادي، واحده بواحده هتلاقي المدى الحركي بيزيد معاك على قد ما تقدر تعمله، مفيش اي مشكله. فده تاني تمرين، وده اللي هيجيب المدى الحركي اكبر للموضوع وهيخلي الدنيا تتحسن معاك والاعراض تبدا تقل والغضروف يدخل مكانه. فده تمرين مهم جدا لازم تبدا تعمله. طيب عملته 10 عدات وريحت 10 ثواني، 10 عدات وريحت 10 ثواني، 10 عدات، يعني 30 عده، 3 مجموعات، مره الصبح، مره في نص اليوم، مره بالليل، والدنيا بدات تتحسن معاك. عاوز تقوي بقى العضلات عشان الغضروف ده ما يرجعش يطلع تاني وتفضل مستمر بالشكل الطبيعي ده. هتنام على ظهرك، تبدا تضيف معاك بقى شويه تمارين ثبات كده. يبقى ده التمرين اللي فات، ده التمرين السحري اللي هيخلي الغضروف يدخل مكانه. بعد ما ندخل الغضروف مكانه نقوي عضلات الثبات اللي حوالين الغضروف عشان ما يخرجش تاني بقى خلاص. هتبقى نايم على ظهرك كده وايدك الاثنين جنبك، تبدا ترفع وسطك وتنزله بريدجنج اكسرسايز.
تعملوا برضو 3 مجموعات 10 10 10. عملت التمرين ده 3 مجموعات، تنام على جنبك، وانت نايم على جنبك ومش نايم نص نومه كده، لا نايم على جنبك كويس والانكل ثابت على الانكل، وتفتح رجلك كده زي 45 وبتنزلها وما بتلفش معاها، لا انت ثابت اهو، تفتح رجلك وبتنزلها بنفس الوضع ده كده. برضو 3 مجموعات، الناحيه اليمين والناحيه الشمال. تمام، ده كده تاني تمرين. تالت تمرين تقدر تضيفه هو كده كامل بوزيشن من الوضع ده كده. هتبدا تنزل وسطك لتحت وترفعه لفوق، تعمل جمل وتعمل قطه، تعمل جمل وتعمل قطه. وسطك اللي بيتحرك بتجيب الموبيليتي بتاع الفقرات بتاع وسطك. طيب عملته وعايز تقوي حاجه تاني في الكور، نبدا نقوي عضلات اسفل البطن، تظبط معاك الدنيا بشكل كبير جدا. وانت نايم على ظهرك تحط ايدك الاتنين تحتك بالشكل ده كده، وترفع رجلك الاتنين في الهواء بالشكل ده، وتعمل مقص كده نفس الوضع ده كده. برضو تعمل 3 مجموعات، لو قدرت، ما قدرتش اعمله اقل مفيش مشكله. من نفس الوضع ده ممكن تعمل عجله، تعمل بدال بالشكل ده كده. قدرت تعمل 3 مجموعات يبقى زي الفل. ما قدرتش وعملت مثلا المجموعه كنت بتعملها 5 7 مفيش اي مشكله. التمارين دي هتحسن معاك الوضع بتاعك بشكل كبير جدا وهتدعي لنا ان شاء الله. طيب لو التمارين دي لوحدها ما حسنتش الدنيا معاك تعمل ايه؟ تروح لدكتور علاج طبيعي، هيبدا يعمل معاك اجهزه تقلل الالم، يعمل معاك اجهزه تقلل الالتهابات، يعمل معاك اجهزه توصل دم الفقرات وتخفف الشد العضلي الموجود، ويعمل معاك علاج يدوي. والعلاج اليدوي مهم جدا ان هو يبدا يعمل تحريك للعظم اللي موجود، ممكن يعمل مانيبيوليشن يطرقعك، ممكن يعمل حاجات كتير جدا تخلي الدنيا تتحسن معاك. فلو التمارين دي ما كانتش كافيه معاك روح لدكتور علاج طبيعي بتثق فيه، وان شاء الله ان شاء الله هتتحسن على ايديه بدون اللجوء لعمليات او حقن او غيره ان شاء الله. بس وبكده يكون فيديو النهارده خلص. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.